هلا بنات شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما تشوفون هذا الفيديو سووا لايك، واللي ما مشترك بالقناة هم خليه يشترك بيها وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي انزلها اول باول. ويلا خلينا نشوف الفيديو. طبعا اليوم رايحين الحديقة او منتزه كلش حلو، اسمه مارينوس، حديقة مارينوس او منتزه مارينوس. طبعا هو المنتزه كلش كبير ومعروف هنا ببورصة، وكلش حلو. طبعا هنا مثل ما جاي تشوفون البيوت المقلوبة يعني، داخلها هم كلش حلو، بس أنا ما دخلت، بس شفت الصور يعني قرايبي مصورين بيها. طبعا هنا اجيت ويا خالتي وبنات خالي، وكان الجو شوية مغيم وبعدين مطرت وكلش يعني تبهللنا، بس الجو كان كلش حلو. هاي زنوبة، السلام عليكم. طبعا المكان كلش كبير، وهم بي يعني بحيرة ومطاعم وكافيتريات وكل شي. فكلش يعني هيك واحد نفسيته تعبانة يروح لهذا المكان راح يغير نفسيته كلها. وغير هذا كله المكان بي يعني شلون البازار، لأن هو كلش سياحي يعني، حتى العرب من يجون هنا السواح دائما يجون بهذا المكان من يزورون بورصة، فهاي يعني مكان كلش معروف. فهسه راح نتجول شوية وبعدين راح نروح للبحيرة مالت الحديقة، وبعدها راح نروح للبازار. طبعا حتى ألعاب هم موجودة بيها، هم رحنا ولعبنا كلش تونسنا. فهسه راح أشوفكم كل الحديقة تقريبا، كلش، لأن هي كلش كبيرة فأني ما قدرت يعني أصور هواي. فصورت لكم أجزاء مختلفة حتى أشوفكم مساحة يعني أكبر. فهنا مثل ما جاي تشوفون البحيرة، والقسم الثاني اللي هو الألعاب هم كلش حلوة. طبعا أنا هذا الفيديو صورته تقريبا بالشهر السابع، بس ما نزلته لكم، فهسه جاي أنزل لكم الفيديوهات القديمة. هذا الفيديو كان بالصيف مو بالشتاء، فهسه الجو كلش تغير يعني فرق، وكلش برد الجو هسه، فأبد ما ينرح يعني بالمطر وهيك شي. فهنا اشترينا سوارات كتابة الاسم يعني، وكتبنا عليها الأسماء. هنا سوينا سوار النرجس بنت خالي، طبعا هي بالعراق ما اجت وياهم، بس سووا لها شلون هدية، فكلش يعني حلوات، وحتى الكتابة هم كلش حلوة. طبعا أنا هم سويت واحد بس ما كتبت عليه اسمي، كتبت عليه اسم خطيبي. طبعا احنا ما كنا مخطوبين بوقتها يعني. Bayağı sıcaktı kaderim. Sıcak? Evet. Nerede? Harun. Zeynep. Kaleminden hiç. Annemler بس Ha, ben sana bulmamışım yazıyor. Plakayı mı yazacağım? وهسه دور زنوبة هم راح يسووا لها اسوارة ومكتوب عليها اسمها، طبعا كلش حلوات. طبعا هنا اكو هواية شغلات كلش حلوة، يعني مثل ما قلت لكم كل ما تروحون المكان راح تشوفون شغلات مختلفة يعني غير المكان اللي انتو كنتوا بيه. فكل منطقة وبيها شغلات يعني تختلف. فمثل ما جاي تشوفون هنا شلون هدايا موجودة، يعني اللي يجي هنا مثلا ياخذ هدايا او فد شي، يعني السواح وهيك يشترون. فتحف موجودة وأشياء للأطفال وللكبار وكل شي يعني متوفر. مثل ما جاي يشوفون هواية شغلات وكلها حلوة، يعني واحد حتى يحتار شنو ياخذ، بالرغم انه هي بسيطة بس كلش حلوة. فهنا حبيت أصورها لكم حتى تشوفوها، لأن أنا كلش أحب هاي السوالف. طبعا هاي الأكواب أو الفناجيل كلش عجبني، مالت القهوة مثل ما جاي تشوفون
بيهن شذر أو كريستال، وشغلهن كلش حلو ونازك ومرتب، يعني ترهم هدية كلش حلوة وراقية. هاي التحف هم على شكل شلون الدجاجة وطاووس وهواية أشياء هم كلش حلوات. طبعا اكو شغلة وين ما تروحون التركية راح تشوفوها، يعني حتى بكل الأسواق تشوفوها، اللي هي الخضرمة أو انتو شو تسموها ما أعرف، العين اللي لونها أزرق، يعني وين ما تروحون تشوفوها، فكلش متوفرة. وما أعرف يعني هي عادات تقاليد يعني كلش موجودة هواي بتركيا عن الحسد وهيج شي. فهم ترهم هدية كلش حلوة وبيها أشكال كلش هواي وكلش يعني ناسكات. فأول ما تروحون هنا بتركيا بكل الأسواق راح تشوفون هاي العين لونها الأزرق أو الخضرمة. وعجبني هاي الشيشة اللي بيها شلون الباخرة وهيج أشياء بداخلها أعمال يدوية هم كلش حلوات. هسه اجينا هنا على الجسر، فحبيت أصور لكم لأن كان الجو كلش حلو، بس ما قدرنا نصعد بالزوارق لأن كان أكو مطر وهيج شي، فما قدرنا يعني نصعد بيهن. وهنا لازم ندخل للقسم مالت الألعاب حتى نلعب. طبعا هنا القسم كلش حلو مالت الألعاب، هواي ألعاب متوفرة، فيعني للصغار والكبار كل الألعاب موجودة. خلينا نركب. فهنا قررنا إنه نصعد بهاي اللعبة، بس كانوا شوي مترددين وهيك شي. طبعا زنوبة ما صعدت بيها لأن هي عمرها صغير، فصعدنا أنا ودلال بنت خالي، وورا ما نزلنا بعدين صعدت خالتي لوحدها. بس ما أحكيلكم اللعبة كلش حلوة وتونس، يعني بالرغم إن هي كلش عالية وأنا عندي فوبيا من الأماكن المرتفعة، بس من تصعدون بيها كلش تونسون، وهي مجرد لحظات يعني وخلاص تنتهي. واعيلي وين؟ تمام. بعد دلال تمام. طبعا هنا احنا ما كنا جوعانين، بس من شفنا هاي الأكلات
فحبينا إنه نجربها. طبعا هي كلش طيبة، شلون لحمة بعجين وخس وخضروات وهيك شي، فكلش طيبة، وأسعارها دائما تكون رخيصة. فوين ما تروحون هنا بتركيا راح تشوفون يعني هاي الأكلات كلش شائعة عندهم بكل مكان. شلون هسه احنا بالعراق يعني نشوف اللبلبي، العرنوس أو الذرة، ويعني بالشارع يعني دائما نشوف هاي الأشياء، لفات الفلافل، القاص، الهمبرجر، يعني هما نفس الشي. فهاي أكلاتهم دائما وين ما تروحون تشوفوها، تلقون واحد عنده عربانة وجاي يبيع. فكلش طيبات، عندهم أكلات كلش طيبة. ولهنا حبايبي انتهت جولتنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا به. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك، واللي مشترك بالقناة هم خليه يشترك بيها وفعل زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي أنزلها أول بأول، لأن راح أنزل هواي فيديوهات هاي الأيام. فأتمنى تشوفون كل الفيديوهات وتحبوها وتعجبكم. فانتظروني فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.